يا مساء الفل على الصفوه. الزمالك عنده ماتش مهم قدام انبي. بالنسبه لي ماتش انبي مهم علشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان بالنسبه لي الدوري هو كل الماتشات ماتشات كؤوس، لازم اكسب كل الماتشات. مفيش حاجه اسمها مباراه تقبل الاسم على اتنين. التعادل معرفوش، الهزيمه مش في القاموس. بالنسبه لي عايز اكسب كل الماتشات. دي الجزئيه الاولى اللي ما فيهاش مناقشه. اما الجزئيه الثانيه اللي فيها مناقشه وفيها كلام اللي انا هقوله. اسمعني يا زملكاوي، انت زملكاوي وانا زملكاوي، واحنا الاتنين عايزين ندوس على وشهم كوره. عايزين ننزل نعلمهم الكوره بتتلعب ازاي. انا عايز لعيبه الزمالك الماتش ده بالذات ما يفرقش معاهم اي حاجه، ولا يفكروا في اي ضغوطات، ولا يفكروا في اي مشاكل، ولا يفكروا في اي حاجه. انزل اكسب، العب كوره، اضغط، اكسب، اقتل الماتش. ماتش انبي ده بالذات بالنسبه لي هيبين حاجات كتير. شخصيه الزمالك اللي هي اتعرفنا بيها السنه دي، لعيبه عندها روح وعندها دم وعندها اصرار وعندها التزام تكتيكي وعندها كل حاجه في الكوره. بالنسبه لي انا مش هبقى مستكانيوس كده لو طلعت السيزون ده من غير ما اغلب انبي واغلبهم هزيمه كده حلوه. العب كوره كده نتيجه واداء. انزل الماتش الشوط الاولاني ضغط عليهم بطول الملعب، بس مش ضغط عشوائي. ما ينفعش اضغط وظهري عريان، لازم الفرقه كلها ضغط جماعي، ضغط منظم. جيب جون والتاني اجيب جون واركن، لا، اجيب الجون وبالنسبه لي انا كسبان والعب على التحولات. مش هيطلع هو بالنسبه له مش يعني مش هيخسر حاجه من الماتش. هو بالنسبه له ما عندوش اللي يبكي عليه، يعني بيلعب باعصاب هاديه. انا بالنسبه لي لا، انا عايز اعلمه كوره. لان ماتش انبي الاولاني اللي انا خسرته كوره، خسرته وما كنتش استحق حتى التعادل. ضربه الجزاء لما ضاعت انا بالنسبه لي قلتها واضحه وصريحه، الزمالك النهارده يستحق الهزيمه. فماتش انبي هو بالنسبه لي حاجه للجيل ده، للتيم ده. الدوري نمره واحد، بس برضه حقي اخده، حقي كوره. مش بقول انزل متنرفز واخد انذارات واطلع عن تركيزي. انا بقول انزل لعبهم كوره، اكسبهم كوره. وقلنا الطريقه اللي ينفع تلعب بيها قدام انبي. موضوع الانذارات، لان في ناس عماله تتكلم بقالها فتره كده اهوت في فكره ان في لعيبه عندها انذارات وبزيرا نريحوه والكلام ده كله. انا ما اعرفوش، انا عندي ماتش انبي، ما تبصش على اي ماتش تاني. انزل وخد بالك، ملوش لازمه ان انا اجيب الجونه اقلع التيشيرت. العب كوره، العب ضغط، العب على الكوره بقى. يعني فكره ان انا انزل واريح لعيبه وبقى عندي ماتش الاهلي، ما تفكرش في ماتش الاهلي دلوقتي. ما تفكرش في ماتش الاهلي. اللي مخليك مميز السنه دي ان انت باصص قدامك، مش بتبص جنبك ولا وراك. الاهلي ورانا قوي، الاهلي في المركز الثالث، ربنا يكرمه كده. في ماتش بيراميدز هنتكلموا فيه وهنقول التوقعات وكل حاجه. ماتش الزمالك وانبي هو الماتش اللي عندنا، يبقى هو دوت تركيزنا، يبقى هو دوت اللي انا هلعب بالباور بتاعي فيه. ما يشغلش بالي بقى اي حاجه تانية. انبي فريق منظم، فريق بيلعب كوره منظمه، كوره متوازنه، فريق يقدر يقفل لك الملعب ويقدر يضربك بالتحولات. فريق انبي عنده الحته التنظيميه هي اعلى حاجه. هتقول لي انبي خسر من بيراميدز 4، هقول لك ده ماتش كاس، والكاس له حسابات تانية. الكاس انا لو دخل فيا جون ما عنديش شيء اقدر ان انا ابكي عليه، 1 زي 2 زي 3 زي 4. لكن وانت بتلعب انبي الماتش ده بالذات هو هيلعبك ببرود، برود كوره. هينزل بالنسبه له حتى لو جبت جون، بالنسبه له لا، انا هلعب لعبي وهقفل لك الملعب، وممكن اخطفك في كوره، اخطفك في كوره ثابته، هزعلك من الماتش. علشان كده هرجع واقولها تاني، انزل اقتل الماتش. قتل الماتش مش بجون، اقل حاجه فرق 2، وبعد كده اسيبهم وادلعهم كوره. التشكيل الامثل للزمالك اللي يبدا بيه قدام انبي، اسمع مني كده يا زملكاوي ويا ريت نبدا كده. لحراسه المرمى المهدي سليمان، عندي محمد اسماعيل موقوف، هلعب بحسام عبد المجيد والونش. باك رايت محمد ابراهيم، الشاب اللي بيجري، اللي عنده مهاره، اللي بيدافع، اللي بيعمل كل حاجه. هتقول لي خبره، هقول لك نجيب منها بكره. عندك باك ليفت احمد فتوح، لان بنتايج حتى لو جاهز انا هقعده جنبي شويه على دكه الاحتياط. نص ملعب هلعب بشحاته كنمره 6، تاني 6،
قدامه ربيع على اليمين، عبد الله الشمال على الشمال، 2 تمانيات، وهلعب ببزيرة والدباغ مش ثابتين، سويتشات، قدامهم ناصر منسي، معايا على الدكه بره محمود بن تايك لو جاهز، اقدر اغير بيه شكل اللعب، اقدر ازق فتوح في قلب الملعب، اقدر ان انا العبه كباك ليفت او كوينج ليفت، يعني اديته كذا حل. وعندي ادم كايد، وعندي محمد السيد، وعندي الموهوب البنزة اللي هو صاحب الطفرات، برضو هيبقى عندي حل. هتقول لي ما بداتش بالبنزة ليه؟ هقول لك لان انا عارف ان ماتش انبي مش هيبقى فيه مساحات. انبي فريق تكتل، فريق منظم، فريق هيخنق اللعب. ده التشكيل الامثل من وجهة نظري. عايز اسمع برضو رايك في الكومنتات. عندي رساله لجمهور الزمالك كمان، عندي رساله لجمهور الزمالك مهمه. بلاش نروح لسكه ان انا اغلط في حد في الماتش، يستفزوني في الماتش، اقطاي، قطز، الملكه شجره الدر، الكلام ده كله ولا ياكل ولا يشرب. هما المنظومه بيتلكك لك اي حاجه هكه ولا هكه، هتلاقي الماتش الاهلي بتلعبه بدون جمهور، وانا وانت 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 مش عايزين ده. فما ينفعش الخروج على النص. هنشجع فرقتنا 90 دقيقه، احنا رجاله هنكمل البطوله وهنجيبها. كابتن معتمد جمال قال للاعيبه الزمالك في التمرين، قال لهم الماتش ده بالنسبه لنا هو ماتش ب3 نقط، ما تركزش في اي حاجه تانية. طلب الهدوء وطلب ان احنا ما نروحش الاستفزاز لاي نوع من انواع الاستفزاز اللي ممكن يحصل من بعض اللعيبه. شايفين دي؟ بعض اللعيبه. معنى كلامي ان كابتن معتمد جمال فاهم ومركز وصاحي معانا. الله ينور، استمر يا كابتن. الماتشين المهمين قوي هو ماتش الزمالك وماتش انبي، وفي برضه الاهلي وبيراميدز. الماتشين دولت انا جاي احرق لك كمان وجهة نظري او توقعي لنتيجة الماتشين. في ناس ما بتحبش فكرة التوقعات، بس انا عندي كده ايه احساس هقوله لكم وممكن يطلع غلط، وهتكتبوا لي برضو رايكم في التوقعات للماتشين وتوقعكم انتوا للماتشين. الماتش الاولاني الزمالك وانبي، الماتش ده بقولها لكم بضمان ماضي وربنا يستر هنكسب 3-0 او 3-1. الماتش التاني هو ماتش الاهلي وبيراميدز، الماتش اللي بالنسبه لي يعتبر مهم. ماتش الاهلي وبيراميدز ماتش مهم، باصص عليه برضو بعيني، وعايز اقول توقعي. اقول لك على حاجه بيني وبينك، الاهلي هيخسر من بيراميدز. في الاول كنا ممكن نقول كده وكده، بقولها لك دلوقتي، الاهلي هيخسر من بيراميدز، وممكن 2-1، 3-2، 1-0، هو فرق جول، وهنشوف بعد الماتش. اكتب لي برضو رأيك في الكومنتات.